محمد صلاح بيكسف زيزو قدام كل اللعيبه، زيزو بيتهان قدام كل لعيبه منتخب مصر من محمد صلاح، ركز. محمد صلاح بيكسب زيزو بيتجاهله مرتين في الفيديو ده، زي ما انت شفت في المره الاولى زيزو رايح عليهم بيتكلم معاهم، صلاح ما ردش عليه ولا بص له ولا كلمه. في المره الثانيه زيزو بيصور اللعيبه بالموبايل بتاعه، ومحمد صلاح نفض له وما صورش وما بصش عليه برده وما اتكلمش معاه وما خلوش يصوره. بصراحه محمد صلاح توب التوب، وزملكاوي على فكره عشان بس الناس تبقى عارفه. ايه ده؟ هو انتوا ما شفتوش صلاح ضربه وزقه وقال له اطلع بره الاوضه؟ هو صح؟ صح، عايش يا صاحبي. والله اول مره واحد زملكاوي يقول حاجه صح. ضربه وطلعه بره الاوضه، قال له ما تجيش المنتخب تاني. وايه كمان؟ والمصحف عقليه الناس دي. عادي يتشتم في الكومنتات، الفيديو يعلى، الفيديو يتشاف، الناس تضحك. بس المشكلة مش فيه هو ان هو يطلع واحد يهبط يقول اي حاجة. المشكلة في الناس. انت عارف لما بتشتمه بتعلي من شأنه. لما بتقوله حتى كلمة لو بتهينه هو مبسوط. انا عايز الفيديو يضرب في العلالي واتشاف. يا ابني اتكلم بعقل ربنا يا ابني. هو انتوا بتجيبوا معلومات اول مرة نشوفها؟ بتعملوا فتنة ليه يا ابني للدرجة دي؟ زيزو عامل يعني لأمثالك كده؟ يعني زيزو عامل فيك كده؟